السلام عليكم. ده لقيت اوردر شي ان. الجزء الاولاني هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، هتدخلوا عليه وتشوفوا الحاجات اللي انا جبتها. ده تكمله الجزء الاولاني. طيب، اول حاجه انا جايبه دولت اللي بنغطي بيهم. دولت بقوا مشهورين قوي، في احجام منها. انا جايبه حجم كبير قوي، ده حجم كبير، ده بنغطي بيه مثلا. شايفين الحجم بتاعه؟ عندي فرن، عندي مايكرويف، عندي اير فراير، عندي خلاط. اي حاجه دي حلوه قوي ليها. انا بتنفعني جدا في يعني باجي اسافر واسيب الحاجات. ماكينه القهوه بتاعتي بغطيها بيها، انضفها وتنشف واغطيها بيها لما اروح مصر. لما اجي بقى هنا بغطي هناك في مصر، بغطي حاجات كتيره جدا بالكياس دي. دي اكياس بقى اللي هي صغيره بدل ما اعملها بالاسترتش بتبقى اسهل كتير، وممكن تستخدميها كذا مره لان ممكن ما تتوسخش. مرجان بتاخدي حاجه، شايفين دي؟ ده حجم كده بتاعها. انا عندي حجم اكبر من ده. في تاني دي بقى عامله ازاي؟ نفتحها. دي بقى تنفع في الحاجات اللي انت عايزه تحتفظي بسخونيتها، يعني دي عامله زي الفويل بالظبط. عادي ممكن تستخدميها في اي حاجه تانية، بس دي اكتر للحاجات السخنه، عايزه تفضل دافيه او تفضل سخنه. عندي كمان جايبه كمان حجم اكبر. ليه بقى؟ هقول لكم ايه. شايفين اولا الحجم بتاعها؟ بصوا الحجم بتاعها، شايفين؟ ده بقى الايه؟ انتري كوسي كبير جدا. انا مش طبعا الكاميرا مش هتاخد الكوسي. انتري مكيف، بس ده كبير قوي على المكيفات الثانيه. لو وريتها لكم تبقى حلو قوي المكيف، بس ده انتري كوسي. ترابيزه السفره، تنفع ترابيزه السفره لان حجمها، انا جايبه حجم كبير، اكبر حجم تقريبا يعني، فحلوه جدا. دي تقريبا مش عارفه هي فيها كام قطعه. لا هي مش مكتوب هنا، بس هو ادي واحد ادي اتنين، هما اتنين حجم كبير يعني، كرسيين كبار، كنبه، زي ما قلت لكم ترابيزه. تمام، انا وريتكم كل التغطيات دولت بقى يا جماعه. كمان مش عارفه ينفع افتحها واقفلها تاني ولا لا. ثواني. بصوا يا جماعه، اللي انا وريتها لكم كبير قوي ده ينفع ليه زي ما قلت لكم كنبه مثلا، اتنين كرسي، ترابيزه. ده بقى انا مش عايزه افتحه بصراحه لان انا عايزه اخده معايا مصر، لان ده بيحتاجه جدا. ده سرير، كنبه كبيره 3. طبعا انا اني بوضب عندي الريسبشن بتاعي، فعامله شويه حاجات، فبصراحه طبعا لازم اغطيها كويس قوي عشان ما يتمليش تراب. بغطيها بحاجه زي كده. في طبعا مشمع اللي بيتباع، بس ده حاجه كده بتبقى محكمه عليها افضل. وبعدين طبعا بحط لها قماش كمان عليه. تقريبا دولت كل الاكياس اللي انا بحفظ بيها تقريبا، اللي انا جبتها لحفظ الحاجه. دي لو انا لابسه مثلا، لابسه بلوزه، لابسه فستان مفتوح من قدام كده، حلوه قوي. دي انا كنت جايبه من مصر، واحد اسود واحد ابيض، بس مش زي دي. اولا دي خفيفه قوي، تحسيش بيها، خفيفه حلوه. وبعدين بصوا هنا مقاستك كده يعني. التانية لا، التانية كانت محكمه اكتر قوي يعني، فتحسي وخامتها اتقل سنه، بس هي جيل يعني، كانت برضه حلوه. انا جايبه واحده بيضه وواحده سودة، لذيذ جدا. طبعا اللي عايز اسعار، طبعا الاسعار بتختلف من بلد لبلد.
بس اللي عايز الكود اي حاجه اي منتج من الحاجات دي يقول لي وانا احطها. انا كنت جايبه ده، شايفين ده ستانلس اتقطعه احسن من البلاستيك او الخشب. انا كنت جايبه منه اكبر حجم، ثواني اوريهولكم. شايفين يا جماعه؟ ده اكبر حجم منه. شايفين في هنا كده زي زاويه كده بتتحط على الترابيزه. انا احب مثلا مش عايزه اوسخ الترابيزه احطها، مش لازم اقطع عليها، اعمل عليها اي حاجه. ساندوتش بعجن عليها حلو قوي للعجين. مختلف اي حاجه، مختلف يعني تستخدميها يعني استخدامات مختلفه. كانت جيبيها ما شاء الله. بس انا ساعات بقطع شويه بادون صغيرين، طماطمايه صغننه، حاجه كده بسيطه. فاخدت الصغيره دي. في طبعا احجام كمان، في 3 احجام منها، دي اصغر حاجه. ايه تاني؟ هفتح كده وبعد كده اوريكم عشان ما الفيديو ما يطولش. دي الليفه بتاع الحمام المغربي. انا جبت واحده بس استهلكتها بصراحه كتير، فدي واحده سودا. دي بقى طيب، انا تقريبا هي انا يمكن ما فهمتش قوي او غلطه مني انا بصراحه. دي بتتحط على، اللي انا فهمته ان دي بتتحط على اي حاجه عايزه تكويها، مثلا حاجه شيفون، حاجه حساسه للمكوى، بتحطيها عليها وتكوي ماشي. بس انا كان في بالي ان انا اجيب حاجه تانية، حاجه بتتحط كده للمكوى، بتتلبس للمكوى ونكوي بيها. بس يمكن غلطه من عندي. دي انا ما جربتهاش، اول مره اجربها. طبعا الجزم الشوزات بتاعتنا بتعمل روايح اكيد من استخدام اللبس، حتى لو غسلتيها اوقات بتعمل روايح. فدي حلوه قوي ديت بالليمون، تقريبا انا جايباها بالليمون، طبعا كله مكتوب بالصين. انا كنت جايباها بريحه الليمون. قلت اجيب واحده بس عشان اجربها، لو فعلا طلعت حلوه هجيب منها بعد كده كذا بكذا ريحه. دي فرشه استحمام بس سيليكون. شايفين ليها وشين، ده وش ده والوش ده، حلو قوي. تبقى حلوه هرشه قوي يا جماعه، تبقى حلوه للهرش. اللي في السيليكون اتضح ان هو طبعا، او اي حاجه سيليكون، اي حاجه فرشه التنظيف عاديه سيليكون، بتأمن كتير من اي ليف او اي استخدامات تانية. حتى الليف بتاع المواعين اتضح ان السيليكون اصح كتير، لانه ما بيشيلش ميكروبات. مجرد انت بتغسليه بميه سخنه وشويه الصابون هيطلع اي ميكروبات، لان هو المسام بتاعته واسعه وسيليكون ما بيلزقش فيه الحاجه. ممتاز بصراحه، صحي بطريقه حلوه قوي. طلع ترند حاجه زي كده بتتلبس. انا لو عرفت احط لكم الصور بتاع الحاجه دي فوق، الحاجه اللي مش واضحه قوي دي بتتلبس كده، زي هو مش اشارب بس حاجه بتتلبس كده، طالعه موضه يعني، طالعه موضه. هحط لكم برده الصوره دي عشان تتخيلوا. دي بقى اللي هي بتلبس زي الطاقيه، دي طالعه موضه جدا، ترند السنه دي. دي بتتلبس كده، فيها زي خاص كده اسود منه فيه كده، مش عارفه شايفينه ولا لا. انا قلت برضه انا جايب واحده من دي بقى. بصوا ده كروشيه يا جماعه، باين خالص انه كروشيه. ده بقى مش كروشيه، بس هو كان باين في الصوره ان هو زي الكروشيه، بس اتضح ان هو مش كروشيه، حاجه كده صناعي يعني. فاهمين؟ تمام. ايه تاني؟ يا جماعه في كمان كنت جايبه كمان واحد. ده واحد بس، واحد ده انا مش عارفه ليه اشمعنى واحد بس، مش عارفه بصراحه، لاني بنسى طبعا ان الاوضه ده بقاله كتير، فانا بنسى. ده واحد برضه كبير قوي يعني، ينفع كنبه زي ما قلت لكم، كراسي. ده يا جماعه قالب سيليكون. شايفين ده؟ هو المفروض فيه 2، مش عارفه فين التاني. المفروض فيه 2. ده مستطيل لو انا عاوزه اعمل توست، والتاني مدور، بس انا مش شايفه التاني، يمكن موجود وانا مش واخده بالي. شايفين ده لذيذ قوي. انا ده حجم صغير، انا برضو ما رضيتش اجيب حجم كبير، قلت هجرب الصغير دوت واشوف، لاني بصراحه بحب اعمل برضو الحاجه، ما بعملش حاجه يعني كميات كبيره. ده حاجه بقى للتصوير، الناس اللي بتحب تصور. هو ده كده، انا مش عايزه اعمل حاجه تمام. ده مفروض بيتعلق على حاجه. دي
مثلا عندي ترابيزه كده، ده اللي بيتحط في التليفون. مثلا اجي اعمل لكم مثال، انا عندي التليفون اهو، ادي التليفون خلاص. بصوا دوت بيتفتح ازاي، تقريبا 360 درجه ماشي. دي بقى ايه، ده كده بيتحط كده وف، اي وف بتاع مطبخ، مثلا في المطبخ ترابيزه عاوزه اسنده كده على الترابيزه واعمله كده يعني. ده زي ستاند كده، ده اللي يتثبت في الحاجه. وده الموبايل زي ما تقول بص 360 درجه. انا اول مره اجربه بصراحه، بس عجبني جدا لاني انا بشتغل في زوايا كتير من المطبخ، قلت ممكن يفيد. ده احنا طبعا عندنا الليمون ما شاء الله كبير، فدي حلوه قوي. انا كنت مجربه على واحده تاني، على حاجه تاني شكل تاني مختلف. كنت جرب دي بتعمل ايه، بغرسها، شايفين دي فيها سنون، بغرسها في الليمونه كويس قوي، وبعد كده اطلع كده. لا دي بتتفتح اوكي، افتح دي كده وانزل ليمون. حتى لو في بيز في الليمون، في هنا اخوام كده طبعا بتمنع نزول البيز وينزل العصير. انا ما جربتهاش اول مره، هجربها واقول لكم رايي. انا عندي برضو جزء كده في الستاند بتاع الموبايل التصوير اتكسر، او مش اتكسر، هو على وشك ان هو يتكسر، فانا جبت واحد بداله اللي هو الجزء ده اللي هو بيتفتح تمام. دي بقى مش دي اللي مش بتغطي الحاجه، لا. عارفين المقشه؟ اوقات مش عارفه المقشات دلوقتي بقت سيئه جدا، ما اعرفش ليه المقشه بقت سيئه قوي. دي المقشه لما بتعملي بيها كده بتلاقي بتطلع عفار، بتعفر يعني، بتحسي مكنوسي بتوسخ تاني، مش عارفه ايه السبب، او يمكن عندي انا بس مش عارفه. المهم دي بتاخد بقى تلم العفار خالص اللي في الارض. يعني دي تركبيها كده في المقشه ماشي، وتيجي تكنسي، بتاخد كميه العفار اللي في الارض. انا ما جربتهاش بصراحه اول مره، وهقول لكم برضو ايه. حد عايز يعرف رايه في حاجه معينه يقول لي برضو. بص دي انا مش عارفه بستخدمها ازاي، بس دي بنستخدمها وانا عندي ريحه كبيره عايزه احط في ازاز صغيره مثلا، استخدم دي تقريبا اللي بتطلع ريحه من هنا مكان لمكان، مش عارفه يعني، انا ما اعرفش برضو استخداماتها بس ازاي، بس هنشوفها يعني. دي زي قمع صغنن كده، ودي حاجه زي بتاعت القطاره كده، ودي اللي بتدوس على تقريبا الريحه ماشي. طيب انا دي ايه بقى، الناس اللي بتعمل توت، بتشتغل في التوت. بصوا دي لما تعملي التوته، بدل التقسيمه او التقطيعه بتاعتك تطلعش مظبوطه، دي انا مش عارفه. بصوا انا مش عارفه بصراحه، انا لسه ما جربتهاش، بس ايه، الحاجات اللي فيها سوسه دي بصراحه انا بخاف منها مش عارفه ليه. دي بتطلع كده اوكي، بس ازاي بقى دي كمان تطلع مش عارفه. المهم دي بتساعدك انك تطلعي التقطيعات كلها قد بعض. الناس المهتمه بقى ايه بالقوط والمشاريع الحاجات دي بقى بتاعت الناموس. مقولكوش بقى الناموس عندنا في ايطاليا رهيب قد ايه. دي فيها شاحن معاها، بتيجي سلك اهو تشحنيه ماشي. ايه اللي فيها ده، انا مش عارفه ايه اللي جوه ده. دي تقريبا الناموس بيموت هنا. عارفين الصاعقه الكبيره دي، هتبقى حاجه شبهها كده بس صغننه ميني يعني، لذيذه قوي بتنور. ودي تقريبا اللي بتنضفها يعني تقريبا فوش. دي حاجات بتحطيها مع الحاجات البيضة. اني ما اعرفش ليه بحسش لو بجيب صابون غالي برضو ما بحسش ان هو بينضف، ما اعرفش ليه، في عيب من الغساله ولا الصابون مش عارفه. دي تحطيها كده فوق زي حاجه بتفور كده، تحطيها في الميه اللي فيها الحاجات البيضة،
بيقولك بتنضفها بتطلعها بيضة بيضة يعني. هنجربها برضه. هي تقريبا الواحدة فيها 5 وحدات. دي لزق ضوافر بيقولوا عليه، كان بيقولوا عليه حلو قوي اللزق البني ده. هجربه برضه لاني اوقات بحتاج الاظافر وما بقاش عاوزه احطها على طول. دي حاجه زي سلايم كده، انا مش عايزه افتحها عشان ما تبهدلش الدنيا. حاجه عامله زي السلايم بس بتعمل ايه، بتنظف بقى يعني. عارفين في العربيه مش بيبقى فيها حتت زقه كده ما بتعرفش تنضف، تاخديها وتحطيها كده تزنيها كده وتشيليها زي سلايم كده تنظف اي حاجه. عارفه الحواف بتاع الجزء المجرى اللي في الشباك والبلكونات، المجرى اللي تحت اللي احنا ما بنعرفش ننضفه، دي بتحطيها فيها وتطلعيها. انا برضو جبت واحده بس، طبعا الواحده دي ممكن تقعد مش هتقعد كتير لو نضفت استخدمتها كتير، بس قلت اشوف هي فعلا هي بتنضف ولا لا. ماشي. دي ضوافر بس مش بتاعتي، دي بتاعت بنتي تقريبا يعني، مش بتاعتي. اديني هي دي تقريبا اللي انا قلت لكم عليه بتاع السيليكون الدايره تقريبا. هو انا خفت يكون حاجه ناقصه، بس بصراحه شي ان تعاملها بصراحه ممتاز بصراحه. ما فيش حاجه عمري ما جبت حاجه مثلا تكون ضايع او حاجه مثلا ناقصه او حاجه فيها عيب. لو حصل مثلا في حاجه فيها عيب على طول يرجعوا لك المنتج او يرجعوا لك الفلوس كده يعني. دي جميله قوي، بتحطيها في الصينيه، تحطي بقى على قد الحجم بتاعها، ممكن تدي واحده صغننه وواحد اكبر على حسب ايه. لذيذه جدا حلوه قوي، والخامه بتاعتها مش وحشه، هي سيليكون، ده هي سيليكون مش تقيل قوي ومش خفيف قوي برضه. بصوا يا جماعه انا جايبه كده ريحه، بس انا مش ريحه هستخدمها ليا يعني. دي ريحه عود ايه الليالي، مكتوب ايه عود ثواني كده. مش عارفه هي اسمه عود للنيال. ايه للنيال دي انا ما اعرفش. انا قلت لو طلعت وحشه هستخدمها للفواحات، اقصد يعني لو ما ينفعش تستخدم يعني للشخص استخدام شخصي هستخدمها للفواحات. هي مش وحشه بس مش يعني مش، لا في حاجات احلى. دي اسمها ده جوز هند الذهبي زهو العنبر، المفروض يبقى حلوه. رهيبه، جوز هند الذهبي زهو العنبر، دي رهيبه حلوه قوي. ودي تبقى في الفواحات حلوه جدا يا جماعه، حلوين يعني. دي حجمها قد ايه ده، كام ملي مش عارفه مكتوب ايه. دي 10 ملي يعني مليانه للاخر. حلوين قوي عجبوني، بالذات الجوز هندي ديت رهيبه بصراحه، حلوه قوي. بس انا فتحت لكم الاكسسوارز ده سال ستيل يعني ده ما بيغيرش، لا مش سال ستيل سوري، ده مطلي دهب يا جماعه، حتى مكتوب 18 عيار 18. رقيقه جدا وحلوه قوي، لونها دهب خالص. دي برضه نفس الكلام يا جماعه، حلوه قوي تحس فعلا دهب. دول كده مطلين دهب عيار 18. ده خاتم بنتي، هي بتحب الخواتم الرقيقه قوي دي. ده سلسله نضاره. كنت طالبه سلسله مكتوب عليها اسمي بالحرف العربي، الحرف بتاعي بالانجليزي والاسم بتاعي بالعربي، بس للاسف ما جاتش، هتيجي لوحديها مش عارفه ايه السبب يعني، بس مش يعني هو الاوردر كده جه على 3 مراحل. شايفين الشوز ده بقى، انا اول مره بصراحه اجيب شوز، لا جبت حاجه، بس جبت حاجه شتوي. اول مره اجيب حاجه كده صيفي، عجبني قوي. بصوا هو لذيذ جدا، شايفين حلو قوي ماشي. هل هو بقى مريح في المشي؟ هي عامله زي الباليرينا، انا قلت بدل ما اجيب باليرينا عاديه اجيب ده كده تمام. فمش عارفه بقى هو هيبقى ايه في كراحه بقى، مش عارفه بصراحه يعني. هو طري لذيذ لذيذ، مش نقول ايه وحش.
طيب ايه تاني؟ ديت بقى بتاعت الغسالة. صراحة انا كل شوية اجيب كفر غسالة، لو حد عارف يعرف حد بيعمل كفرات غسالة حلوة ويش يقول لي. صراحة خامات مش قد كده. بصي دي من هنا كاوتش كده، ودي بتتفرد هنا كده على الغسالة، عشان انا عندي الكفر بتاعي اتقطع لانه هو بلاستيك، بس خامة وحشة جدا بصراحة. فانا قلت هشيله واحط دي. بفكر اعمل انا كفر من قماش بصراحة حلوة، يعني خامتها حلوة، خامتها لذيذة، مش اي كلام يعني. جينا بقى للكينج بتاعنا، بتعملوها ايه؟ مسك زي ما نقول. ده بقى مايو. طيب المايو انا هوريكم برضو المايو صورة، احاول احط لكم الصورة بتاعته. ماشي، ده مايو كده. هو ده المفروض في توكة هنا في النص شمس، بس مش بلاستيك، هي معدن كده. خلاص، وعليها بنطلون، بس البنطلون ده شيفون. البنطلون ده ايه؟ شيفون، مش ايه، مش خامة المايوهات يعني، ده شيفونة. شيفونة بمعنى ايه بقى؟ يعني احنا نلبس تحتيه حاجة بنطلون مايو، بس هو مش ليا يعني، لحد كان طالبه. خلاص، بس كده ده الاوضه بتاعنا. انا بقى هوريكم في فيديو كده قصير السلسله انا جبتها لان هي عجباني قوي وحب يعني، بس نفسي بقى اشوفها على الطبيعه. فهستنى بقى كده اما تيجي هنزل لكم كده شوط صغير قوي. يعني بس كده.